فيلمنا النهارده بتبدأ أحداثه في قلب الغابة مع شاب راجع من رحلة صيد ومبسوط جدا لأنه قدر يصطاد أرنب بحجم كبير. الشاب ده بيبدأ ينادي على الكلب بتاعه علشان يأكله ويكافئه إنه استناه كل ده، لكن الغريب إن الكلب مش بيتحرك من مكانه خالص ولا بيطلع أي صوت. الشاب بيستغرب جدا لأن الكلب متعود يجري عليه أول ما يشوفه، فبيبدأ يقلق ويشك إن في حاجة غلط حصلت. فبيقرب الشاب بحذر من الكلب وبيحركه بإيده، وفي اللحظة دي بيشوف منظر مرعب. الكلب ميت، وكمان في حتت من لحمه متاكلة بشكل غريب ومقزز جدا. ومن الصدمة ومنظر دم الكلب، الشاب بيفضل يصرخ في الغابة وهو مش مستوعب ايه نوع الوحش او المرض اللي ممكن يعمل كده. وبعدها بنسيب المشهد الغامض ده وبننتقل مجموعة من الشباب وهم في طريقهم لرحلة اجازة. وبنعرف ان الشباب دول مأجرين كوخ خشبي في منطقة معزولة جوه الغابة، وده علشان يبعدوا عن ضغط الشغل ودوشة المدينة. واختاروا المكان ده بالذات علشان الطبيعة والهدوء، وما كانوش يعرفوا ان هم رايحين لمصير مجهول ومرعب. واول ما بيوصلوا المنطقة بيروحوا لمحل قريب علشان يستلموا مفتاح الكوخ اللي اجروه. وهناك بيقابلوا طفل صغير قاعد لوحده ولابس قناع غريب على شكل أرنب. وواحد من الشباب اسمه بول بيحاول يتكلم مع الطفل بلهجة لطيفة وبيسأله عن القناع، لكن فجأة وبدون أي سبب إنذار الطفل بيرفع القناع وبيعض بول في إيده عضة قوية لدرجة إنها بتجيب دم. وبول بيصرخ من الوجع وبيسأل الطفل أنت ليه عملت كده؟ وفي اللحظة دي بيظهر والد الطفل، راجل اسمه تومي، وشكله يبان إنه شخص قاسي وحاد. وبدل ما يعتذر للشباب عن تصرف ابنه بيتخانق معاهم وبيقول لهم إن ابنه مختلف عن باقي الأطفال، وبياخد ابنه وبيمشي بمنتهى البرود. وبعد الموقف ده صاحب المحل بيوجه تحذير شديد للشباب وبيقول لهم ان الغابه دي فيها مخاطر كتير، والاحسن ليهم ان هم يخلصوا الاجازه بسرعه ويمشوا من هنا. والشباب هنا بيحسوا بالقلق، لكنهم بيفسروا كلام الراجل انه مجرد مبالغه او انه مش عايزهم في المكان. فبيقرروا يطنشوا التحذير ويكملوا رحلتهم. وبعدها بيوصلوا للكوخ الخشبي وبيبداوا يرتبوا حاجتهم ويحاولوا ينسوا الموقف الغريب اللي حصل في الاول. وتاني يوم الصبح واحد من الأصحاب اسمه بريت بيقرر يخرج لوحده علشان يصطاد في الغابة. وهو ماشي في الغابة بالراحة بيسمع صوت حركة ما بين الشجر، فبيفتكر إنه حيوان بري وبيضرب النار عليه. لكنه بعدها بيتفاجئ بصوت صرخة إنسان، ولما بيجري علشان يشوف هو ضرب مين بيشوف مشهد مرعب. الشخص اللي اتصاب برصاص هو نفسه صاحب الكلب اللي شفناه في أول الفيلم. لكن الصدمة الحقيقية مش في الإصابة، الصدمة إن الراجل ده جسمه في حالة تعفن وجلده بيتحلل وبيقع من عليه وكأنه عنده مرض نادر وخطير. والراجل المصاب ساعتها بيستنجد ببريت وبيترجاه يساعده ويقول له انه مريض ومحتاج مساعده طبيه فورا. وبريت هنا بيسيطر عليه الخوف والرعب من شكل الراجل، وبيخاف ان المرض ده يكون معدي ويتنقل له. فبيرفع سلاحه في وش الراجل وبيأمره انه يبعد عنه وما يقربش منه نهائي. ولما الراجل بيحاول يقرب منه علشان يطمنه، بريت بيضرب طلقه في الهواء وبيهرب باقصى سرعه وبيسيب الراجل ينزف ويعاني لوحده. بعدها بنشوف بريت وهو راجع للكوخ وهو في حاله انهيار، لكنه بيقرر يخبي الموضوع عن اصحابه، وده علشان ما يبوظش الرحله ومحدش يحمل المسؤوليه. وبعدها بيجي الليل والشباب بيكونوا قاعدين حوالين النار يتكلموا سهرانين، وفجأة بيظهر لهم شخص غريب اسمه جيري ومعاه كلبه. وبنعرف إن جيري شخصية كئيبة جدا وبيقول لهم إنه حاسس بخوف وإن في حاجة وحشة هتحصل في الغابة دي. فالشباب بيحاولوا يطمنوه ويعزموه يقعد معاهم، لكنه بيرفض وبيقول إنه لازم يرجع مكانه قبل ما المطر يبدأ، وبيمشي ويسيبهم في حالة استغراب. وبعدها بدقايق فعلا بيبدأ المطر ينزل والشباب بيدخلوا الكوخ، وفجأة بيسمعوا صوت خبط عنيف على الباب. فبيفتكروا إن جيري رجع علشان يستخبى من المطر. فبيفتحوا الباب لكن بيتصدموا بوجود الراجل المصاب واقف قدامهم في حالة صعبة جدا وبيطلب المساعدة. فبول بيحاول يقرب منه علشان يساعده، لكن الراجل بيلمح بريت واقف جوه الكوخ، فبيفتكره وبيعرف ان هو اللي ضرب عليه النار وسابه. والراجل هنا بيتحول للهجوم وبيحاول يقتحم الكوخ، وهنا بريت بيقفل الباب بسرعة وبيقول لاصحابه ان الراجل ده عنده فيروس قاتل. فالراجل بيحاول يفتح الباب بالقوة وهو بيصرخ من الألم، وفجأة الصوت بيختفي والشباب بيجروا ويبصوا من الشباك فبيلاقوا الراجل ركب عربيتهم وبيحاول يسرقها، وده علشان يهرب بيها لأقرب مستشفى. فبيخرجوا بسرعة وبيحاولوا يمنعوه لأن دي وسيلتهم الوحيدة للرجوع. والموقف ساعتها بيتطور لمواجهة عنيفة وبشكل غير مقصود بتولع النار في جسم الراجل المريض. وساعتها بيجري الراجل ناحية الغابة وهو كتلة من النار، وبيفضل يصرخ لحد ما بيقع في مكان فيه مية وبيختفي أثره. وساعتها بنشوف صديقتهم كارلين بتنهار أعصابها وبتحس بالذنب الشديد وبتقول إنهم ارتكبوا جريمة قتل بشعة في حق إنسان مريض. فبول بيحاول يهدي الموقف ويقنعهم إن ده كان دفاع عن النفس، وإن الراجل ده كان هيهديهم كلهم لو قرب منهم. وتاني يوم الشباب بيقرروا ينهوا الرحلة فورا ويرجعوا للمدينة، وبيروحوا للعربية لكنهم بيكتشفوا الكارثة. العربية مش بتدور، وده لأن الرصاص اللي ضربه بريت بالليل جه في الموتور وعطله. ودلوقتي بقوا محبوسين في الغابة مع وجود فيروس غامض ومن غير عربية. وساعتها بنشوف بريت وصديقه جيف بيقرروا يمشوا في الغابة علشان يدوروا على أي مساعدة أو طريق عمومي. وبعد مسافة طويلة بيلاقوا بيت منعزل وشكله غريب، وبيقابلوا فيه ست عجوزة بتتصرف بطريقة مريبة وواقفة بتسلخ خنزير وبتقول كلام غير مفهوم عن مرض بيصيب الحيوانات. والشباب هنا بيطلبوا منها المساعدة فبتوافق إنها تتصل بشخص يجي يسحب عربيتهم للمدينة. وهم قاعدين مستنيين الشباب بيحكوا للست عن الشخص المجنون اللي هاجمهم وحاول يسرق عربيتهم. فالست بتطلع صورة قديمة وبتسألهم هو ده الشخص اللي بتقولوا عليه؟
والشباب هنا بيتصدموا لما بيعرفوا إن الشخص اللي في الصورة هو ابن عم الست العجوزة، وهو نفس الشخص اللي هم اتسببوا في حرقه. والخوف هنا بيسيطر عليهم وبيقرروا يهربوا من عندها فورا، وده قبل ما تنتقم منهم. وفي نفس الوقت عند الكوخ بتوصل شرطية اسمها وينستون، والشرطية دي بيبان عليها إنها شخصية مش طبيعية، وبتقول لبول إن جالها بلاغ عن إزعاج. فبول بيخبي عنها حقيقة اللي حصل، وبيقول لها إن عربيته معطلانة. فالشرطية بتوعده إنها تبعت ونش لسحب العربية وبتمشي. وبنشوف وهم راجعين للكوخ وبيعترض طريقهم كلب مسعور وشكله مرعب، فبيضربوه بالطوب وبيجروا منه. وأول ما بيوصلوا للكوخ بيسمعوا صريخ كارلين، فبيدخلوا يلاقوها في حالة انهيار، وبيلاحظوا ظهور علامات المرض وتقرحات على جلدها، وبيعرفوا ساعتها إن العدوى وصلت لها. فبريت بيصرخ فيهم كلهم وبيقول إنهم لازم يعزلوها فورا وإلا العدوى هتنتشر بينهم كلهم. فبيضطروا يحبسوها في مخزن صغير جنب الكوخ، وده رغم توسلاتها وعياطها المستمر. وبتشوف إن في حالة من الشك والرعب بتسيطر على المجموعة، وكل واحد بيبدأ يتأكد من جسمه علشان يتأكد إنه مش مصاب. فبول بيقرر يخرج تاني عشان يدور على مساعدة حقيقية لإنقاذ كارلين. وهو ماشي بيشوف الكلب المسعور مرة تانية، وبيكتشف إن الكلب كمان مصاب بنفس المرض وجسمه متبهدل. وبعدها الكلب بيوصل للكوخ وبيحاول يهاجم المخزن اللي فيه كارلين، لكنه بيختفي فجأة. وتاني يوم بيحصل شيء غير متوقع، الشباب بينجحوا في تصليح العطل الصغير اللي في العربية، والفرحة بتعم في المكان، وبيروحوا بسرعة علشان يخرجوا كارلين وياخدوها للمستشفى. لكن لما بيفتحوا باب المخزن بيتصدموا من المنظر، المرض انتشر في جسم كارلين كله في ساعات قليلة، وبقى شكلها مخيف جدا. فجيف بيرفض تماما إنها تركب معاهم العربية، وده خوف من العدوى. ولما كانت الخناقة ما بينهم ياخدوها ولا لأ، جيف بيلاحظ وجود علامات المرض على دراع بريت، فبيزعق وبيفضحه قدام الكل. وهنا بريت بيسيطر عليه الخوف واليأس، وبينط بريت جوه العربية وبيهرب بيها لوحده، ويسيب أصحابه في وسط الغابة يواجهوا مصيرهم. وساعتها بنشوف جيف بيفقد الأمل وبيقرر يمشي لوحده في الغابة وبيبعد عن بول والباقيين. ونشوف كمان بريت بيوصل بالعربية لبيت تومي، وده والد الطفل اللي كان في الأول، عشان يطلب مساعدة طبية. لكن تومي أول ما بيشوف علامات المرض عليه بيقرر يقتله، وده علشان يحمي ابنه الوحيد من العدوى. بعد ما بيضرب النار على بريت بيهرب بريت للغابة، وساعتها تومي بيجمع مجموعة من السكان وبيبدأوا حملة عشان يلاقوه ويقتلوه. وبنروح عند الكوخ وبنلاقي إن صديقة كارلين بتكتشف إن العدوى اتنقلت لها، وده لمجرد إنها لمست صديقتها. فبتجري في حالة جنونية ناحية البحيرة، وهناك الكلب المسعور بيهاجمها وبيقضي عليها تماما. وبنروح لبول وبنشوفه واقف وحيد عند البحيرة، وفجأة بيخرج له من المية الراجل المحروق اللي اعتقدوا إن هو مات. وبنكتشف إن الراجل لسه عايش وعنده رغبة انتقام رهيبة، وبيدخل في خناقة مميتة مع بول. وفي النهاية بول بيقدر يتغلب عليه وبيقتله دفاعا عن حياته. وبعد الخناقة دي بول بيلاحظ يافطة قديمة متغطية بالشجر عند طرف البحيرة، ومكتوب عليها تحذير إن مية البحيرة ملوثة ومش صالحة للشرب. وهنا بيكتشف الحقيقة المرة إن الفيروس مش موجود بس في الكلب، الفيروس موجود في مية البحيرة اللي كلهم شربوا منها واستخدموها. فبعدها بيرجع بول للكوخ وبيلاقي كارلين بتعاني وبتطلع في الروح، وبتترجاه يخلصها من وجعها. وبقلبه مكسور يضطر بول ينفذ رغبتها ويولع النار في الكوخ بالكامل عشان ينهي عذابها للأبد. وفي الناحية التانية من الغابة بنلاقي تومي ورجالته بيحاصروا بريت وبيقتلوه بالرصاص. وبعدها بيشوفوا بول خارج من وسط الدخان، فبيقرروا يسيبوه لأنه مظهرش عليه علامات المرض الخارجية، فاعتقدوا إن هو سليم. فبول ساعتها بيستغل الفرصة وبياخد بندقية وبيقتلهم كلهم انتقاما لكل اللي حصل. وبيركب عربيتهم وبيحاول يهرب من الغابة، لكنه بيخبط في شجرة بسبب التعب الشديد. وهو مصاب بيقابل الشرطية وينستون مرة تانية وبيسألها عن المساعدة اللي وعدت بيها، فبتعترف ببرود أعصاب إنها كانت بتخدعهم وإن مفيش أي مساعدة جاية. وفي اللحظة دي بيوصل لها أمر لاسلكي من المسؤولين وبيشددوا إنها تقتل أي شخص موجود في الغابة لمنع انتشار الوباء. فبترفع السلاح على بول، لكنه بيقنعها تسيبه وتمشي، وهي بتبلغ فعلا قيادتها إنها قتلته. وبتمشي في طريق معين وهو عنده أمل ضعيف في النجاة، لكنه بيكتشف إن الطريق ده مسدود وإن الشرطية خدعته للمرة التانية وحكمت عليه بالموت في الغابة. فبيبص بول على إيده بيلاقي العلامات بدأت تظهر، المرة تمكن منه هو كمان، وبيقعد على الأرض وبيستسلم لمصيره المحتوم في انتظار النهاية. وفي المشهد الأخير بيظهر جيف اللي كان هربان طول الوقت، وبيرجع لمكان الكوخ ويشوف الجثث والدمار، وبيفرح جدا انه الناجي الوحيد. فبيرفع ايده للسماء عشان يحتفل بنجاته، لكنه بيلاحظ علامات المرض واضحه في جسمه. وقبل ما يستوعب الصدمه رصاصه بتيجي فيه وبتنهي حياته فورا، وده عن طريق الشرطيه وينستون. وبعدها بنشوف فرق التطهير بيبداوا يحرقوا الجثث ويعقموا المكان، وكأن الشباب دول ما كانوش موجودين من الاساس. وبكده تنتهي قصتنا المأساويه اللي بتورينا ازاي سلسله من القرارات الغلط والاستهتار ممكن توصلنا لنهايه كارثيه. ما تنسوش تدعمونا طبعا باللايك والاشتراك في القناة، وشاركونا أكيد رأيكم في التعليقات. شكرا لمتابعتكم، أشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.